ادي امامنا الاستلام عن طريق اللاعب، امامنا اللاعب اوزيل، يعني مكسب كبير هو التفاهم والتاقلم ويحطها له مساحه ضيقه لكريستيانو رونالدو. اوزيل المهاره العاليه وركله الجزاء لا يتردد فيها ابدا انديانو ميانكو في هذه اللقطه. المهاره هي الحل في هذه المباراه. مساحه ضيقه، شوف مهاره كريستيانو رونالدو. وادي امامنا اللاعب اوزيل، امامنا شفنا ازاي راوغ واستخلص كوره من ويلينغتون. وادي امامنا اللاعب قليل الخبره بقى، اللاعب ايدو راموس قليل خبره في هذه اللقطه، ويسقط في هذه اللقطه اوزيل. وكريستيانو رونالدو يبحث عن لقب البيتشيتشي، لقب الهداف، 26 هدف في الموسم الماضي مع فريق نادي طبعا ريال مدريد، 5 اهداف حتى الان في صداره الهدافين مع اللاعب البرازيلي نيمار لاعب ريال. واضح كريستيانو رونالدو في هذه اللحظات امامنا، يبدو هو يعني دائما على موعد مع الشباك. هدفين في لقاء الدور الاول في الموسم الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم هدفين ايضا. هدفه الثاني بياتي من ركله الجزاء ليتقدم فريق نادي ريال مدريد 3-0 امامنا. وادي امامنا هنا الفرحه والسعاده الكبيره في هذه اللحظات وفي هذه اللقطه. كريستيانو رونالدو اصبح عنده 6 اهداف وليس 5 اهداف في هذه المسابقه عشان يتفوق، عشان يتقدم بقى بهذه الكره